وحشتوني. وصفة النهاردة هعمل لكم الكيك بطريقة سهلة وبسيطة. كتير بيعمل الكيك ويقول ما بيطلعش هش وما بيطلعش مرتفع ومش بيظبط معاكم، مع اني اسهل حاجة في الحلويات هي الكيك. النهاردة هعملها معاكم بمقادير بسيطة، كنت هنا بصورها وبنتي معايا. عايزة اقول ان هي يعني حرفيا اتنسفت وقت التصوير من جمالها. هعمل معاكم الكيك، اي حد هيدخل المطبخ ايا كان، راجل ست بنوتة صغيرة لسه بتتعلم، هتعمل الكيكة دي بطريقة سهلة وهتظبط معاها. سريعا بقى، هاتي الدقيق، انزلي عليه بالسكر، الملح، بيكنج باودر، فانيليا، كله باودر في بعضه، واخلطيه بالمعلقه كده سريعا. وهنجيب الخلاط بتاعنا، ننزل بيه بالزيت، واتنين بيض حجم كبير، ما تكونيش لسه مخرجاه من التلاجة، خليه يعني بره التلاجة 5 دقايق كده، وبعدين ابتدي اشتغلي عليه. نزلنا بالبيض مع قولوا معايا الزيت والحليب، وهنشغل عليهم الخلاط نص دقيقة بس، بمجرد ان اللون بتاعها يختفي، واني انعم البيض واضرب الخليط كله مع بعض. وهنا مش هنزل بكل الخليط على الدقيق خالص، هنزل بنصه وهقلب بروح عشان انا استخدمت المقاس الصغير في البولة دي. يلا بقى. وبعدين عندي سبرينكلز، تقدري بقى تحطيه لو حابة، ما مش عايزة ما تحطهوش، بس عشان بيدي شكل حلو، وكمان يعني تغيير في النكهة، بنزود نكهة كمان. نزلت عليهم حوالي معلقتين ونص. هسيب كل المقادير جوه صندوق الوصف، وهبتدي ألم الخليط بالراحة بشكل دائري، بالشكل اللي هتشوفوه معايا. هنا مش محتاجة المضرب خلاص، الكيكة سهلة وبسيطة. في ناس تقولي طب ممكن احط كل المكونات جوه الخلاط مره واحده، اقول لها حطيها، بس حطي السبرينكلز في الاخر وقت اما تيجي تنزلي بيه، يعني ما تضربهوش عشان هيتحن يبقى بودر. هنا نزلت بالحليب جزء بجزء، عايزه قوام مناسب، لاني هقول لك ايه، ساعات حجم البيضه بيفرق، فلذلك نزلت بالحليب جزء جزء عشان اخد القوام اللي انا عايزاه. قربته من الكاميرا جدا عشان تشوفوا ده القوام اللي انا محتاجاه بالظبط. القالب بتاعي نزلت فيه بورق الزبده، ورشيت عليه زيت بسيط، دهنتي بسيط كده جاست ان كيس، يعني عشان ابقى في السيف سايد. بس هو تبارك الله كان حلو قوي، ولا لزق ولا عمل اي حاجه خالص خالص خالص. ونزلت بالخليط في القالب بتاعي، كل الخليط مره واحده، وبعدين هوزعه وهمسكه كده اضربه ضربتين على دماغه بحيث اني اتاكد ان الخليط كله اتوزع في القاع وكله بقى بسوى واحد. على قد ما تقدري خليه كله سوا واحد. هنا كنت مسخنه الفرن، ودخل الفرن قعد حوالي 30 دقيقه. عايزه اقول لكم كانت الدنيا بتمطر، سامعين المطر كان شديد قوي 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 قوي. هنا بقى عايزه اقول لكم عملنا ايسنج بتاعه. استخدمت هنا سكر البودر، جايباه من بره عشان يبقى ناعم ويديني نفس الكواليتي بتاع بره. واستخدمت عليه الهافي كريمه. انا استخدمت الهافي كريمه عشان يبقى طعمه غني، يعني تحس كده ان في حاجه ريتش، بتاكلي حاجه يعني جود. فممكن انت تستخدمي الحليب ومعلقه زبده، هيديكي نفس الشيء. برضو هسيبلك المقادير دي جوه صندوق الوصف. الكيكه دخلت الكيك على درجه حراره 190، من 180 ل 190، مش هتفرق كتير على فكره. وبعدين هيقعد معاكي نص ساعة. تقدري تتابعي من قبلها، من بعد 20 دقيقة ابتدي تتابعي. هنا نزلت بالايسنج اللي عملته من فوق بقى، انا عملت كمية، بس انا هسيب لكم مقادير بسيطة، وانتوا بقى لما تحبوه زودوا. وابتديت بقى، عايزة اقول لكم انا كأنا يعني احب انا لا اله الا الله محمد رسول الله، اني انا اعمل ايه، اقطع. اجمل اللحظات عندي اني اقطع الحلويات، الكيك، اي حاجه بقى فيها يعني ايس كريم، فيها كيك، فيها حاجات دي بقى اسمها ايه، لحظة السعادة بالنسبة لي. والسكينة ماشية فيها كده، من أكتر الحاجات اللي بحبها في المطبخ. كتير اتسألت ايه أكتر أدوات اللي بحب أستخدمها قوي أو وبحبها في المطبخ، هي السكينة يعني. اكتر حاجة بحبها السكينة. وطبعا عندي اسبابي، السكينة هي اللي بتساعدني، هي اللي يعني انا من غيرها ما بقاش ست شاطرة. السكينة هي بتفرق معايا قوي في كل شغلي. عايزة اقول اعملوا الكيك ده، كيك يعشقه الرجال.
الصغار والكبار. عايزة أقول الكيكة حرفيًا اتنسفت وقت التصوير، لو قُلت لكم إن هُم واقفين ورا الكاميرا مستنيين، حقيقي حاجة ما تصدّقش، إن ريحة الفانيليا، ريحة الكيك، كلّه حقيقي ما أخدش وقت جميل. كمان أنا استخدمت الفرن في أكتر من حاجة، يعني أنا من واحدة من الناس لمّا أفتح الفرن أملاه، يعني أحط فيه حاجات كتير تبارك الله عليَّ. تنسوش تتابعوني على قناتي التانية وصفحتي على الفيس، بنزل فيديو هنا وفيديو هناك. الكيك بتاعنا هايل. بنتي بتقولي ده كيك ستاربكس يا ماما. خطير خطير، انجوي يا جماعة، المقادير بسيطة، أي حد ممكن يعملها. عايزة أقول لكم إن في ناس مغتربة كتير جدا من الرجال وبيعملوا المواصفات بتاعتي وبتعجبهم. انجوي يا جماعة.